السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في ويب إكس. أنا أحمد جهلان ومكملين في كورس ال HTML بتاعنا. إزاي نعمل أول بروجكت لينا؟ في البداية خالص هنعمل مجلد جديد وليكن هنسميه بروجكت HTML، وبعد كده هنفتح ال VS Code بتاعنا. هنطلع فوق عند فايل، هنلاقي عندنا نيو فايل ده ممكن نعمل فيه ايه مجلد جديد بدل ما نعمله من الديسكتوب عادي، بس انا عملته من الديسكتوب خلاص يعني. وهننزل تحت شوية هنلاقي اوبن فايل واوبن فولدر. تمام، فاحنا هنختار اوبن فولدر. تمام، علشان ايه نحدد المجلد بتاعنا، نحدده ونضغط سيلكت. بعد كده هتظهر الرسالة دي قدامنا، هنقول له انا واثق في الملفات اللي عايز افتحها على فيجوال ستوديو كود ونضغط يس. وبكده المشروع بتاعنا فتح، بس هنقفل نافذة الويلكم دي. كده المشروع فاتح معايا بس مفهوش اي ملفات. انا عايز اعمل ملفات، عايز اعمل ملف HTML. ممكن اجي فوق هنا عند كلمة نو فايل، لو دوست عليها هنعمل ملف جديد، او في اي مكان فاضي اضغط كليك يمين. هنا ممكن نسميه اي حاجة بس يفضل نسميه اندكس، هتفيدنا. الاسم مش هيفرق معانا، اللي هيفرق معانا هي الخطوة الجاية. الخطوة الجاية اللي هي بنقول للفيجوال ستوديو كود ان الملف ده ملف HTML. هقول له ازاي؟ هقول له دوت HTML. هتبص كده هتلاقي الملف بتاعك اتفتح. دلوقتي ما عندناش الا ملف واحد index.html. انا حاليا في ملف ال HTML بروجكت. انا لو دخلت عليه كده، لو لاحظت في الملف اللي انا عامله دلوقتي ظهرت ايه؟ ظهرت علامة الجوجل كروم. لو ضغطنا عليه وفتحناه هتلاقي فيها الصفحة دي اي كود هنكتبه في فيجوال ستوديو كود هيظهر هنا. خلينا نبدأ نكتب اول كود لينا. طبعا هنكتب الكود هنا، وليكن هنكتب هلو احمد. علشان نبدأ نشوف شغلنا نضغط كنترول اس ونبدأ نفتح الملف بتاع المشروع الجوجل كروم ونشوف ايه اللي هيظهر عندنا. اي حاجة هنكتبها بالفي اس كود هتظهر هنا في الصفحة دي، لان هي دي صفحة الموقع. نقفل الصفحة ونرجع للفي اس كود. احنا ممكن نفعل اوتو سيف من فايل اوتو سيف، بدل ما نعمل سيف كل شوية، بدل ما كل شوية نضغط كنترول اس. وبكده اي حاجة هنكتبها او اي كود هنكتبه هيتم حفظه تلقائي. نعمل تحديث للصفحة هنلاقي الكود اللي كتبناه موجود. اللي أنا بكتبه ده مش أكواد في الأساس يعني. وده كان كل حاجة في درس النهاردة، وإن شاء الله يكون استفدنا. وتعالوا نراجع بعض النقاط مع بعض. في البداية عرفنا إزاي ممكن نفتح المشروع بتاعنا، عرفنا إزاي ننشئ مشروع HTML، وعرفنا إزاي نوضح للفي اس كود إن المشروع ده هيكون HTML. عرفنا إزاي نعمل سيف، عرفنا الكود بنكتبه فين، فهمنا طبيعة شغلنا. وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هنكتب أول كود لينا. ده كان كل حاجة في درس النهاردة، وسلام.